تعال اقول لك بنعمل ايه لما صاحب عمل بيجي لنا عايز مقر شركته. اول حاجه بنقولها له اللوكيشن اهم من اي حاجه، لاني ممكن عشان السعر اقل شويه ناخد لوكيشن ابعد، فده يكلفنا ازيد ويخلينا نضطر ندفع للموظفين بدل انتقالات او نوفر لهم مواصلات، او الموظفين دول يمشوا ونضطر نهاير ناس جديده. فاهم حاجه اللوكيشن، هندفع كتير شويه في لوكيشن اميز، بس ده هيوفر علينا قدام. تاني حاجة بنسأله على طبيعة العمل بتاعه. لو طبيعة العمل بتاعه بتضطروا ان المكان يبقى متقسم تقسيمات معينة، بندور له على مساحة تكون مفتوحة على بعضها، وبنبدأ نعمل له التقسيمات دي داخلية بناء على طبيعة العمل بتاعته. والتقسيمة دي بتبقى بناء على ايه؟ بناء على المات باور بتاع الشركة بتاعته والتدرج الوظيفي عنده وغيره، وده بنعمله في خطة سبيشال لصاحب العمل. واخيرا بنحاول ندور له على اسم مطور عامل فاسيلتيز في المكان نفسه، زي غرف اجتماعات اضافيه او تويلتس اضافيه في المبنى نفسه، وخدمات تانية كتير بتوفر عليه ان الموظفين يكونوا جايين بشكل اسهل، زي مواصلات عامه، باركنز لو هم معاهم عربيات. واهم حاجه ما تنسوش، انا نوران حسين بقدم استشارات عن العقار.